السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة التايجر أو كيكة الشاي. بنقدمها في أي وقت في اليوم، بالليل أو الصبح، أو بناخدها معانا النادي أو نقدمها لضيوفنا. سهلة مقاديرها جدا، وهقول لكم في الكيكة إزاي الكيكة تطلع ناجحة وعمرها ما تهبط، وكمان طعمها حلو جدا وبيضة يعني فاتحة وهشة جدا. المقادير اللي محتاجينها 5 بيضات، ولو عايزة تقللي الكمية بتحط لكل بيضة كوباية دقيق، ورقة فانيليا، وربع كوباية لبن، وربع كوباية سكر. احنا عاملين 5 بيضات، فنحط لهم 5 ورقات فانيليا ومعلقة خل كبيرة، وكمان بنستعمل كوبايتين سكر، كوباية زيت، او ممكن تستبدليها بزبدة وبتحط بين الفراغات زيت يعني، وممكن تقلليها ل3/4 كوباية. يعني الزيت مش بيفرق غير في الهشاشة بتاعت الكيكة. بعد ما بنضرب السكر مع الزبدة أو الزيت مع السكر في الخلاط، بنبتدي نضيف ال5 بيضات مع الخل والفانيليا ونضربهم كويس جدا ونحطهم في وعاء واسع، ونبتدي بعد كده نحط الدقيق ال5 كوبايات بالتبادل مع اللبن، كوباية وربع لبن أو كوباية ونص لبن حسب ما الدقيق بياخد. وبنبتدي نحط ذرة ملح مع الدقيق وندخله كويس جدا، وبعد كده بنفضل نعملهم لغاية لما نحصل على الشريط اللي هو بيبقى فوق الكيكة. لو رفعنا المضرب اليدوي بنبتدي نعمل الشوكولاتة، بنخلي شوية للآخر من العجينة بتاعت الكيكة، بنبتدي نحط عليها مقدار من الكاكاو الخام، ونحط معاه معلقة لبن، ونضربهم كويس جدا، وابتدي نضيفهم بالخله بتاعت السنان. بنعمل شكل التايجر. بندخلها فرن 180 درجه على الفرن الاوسط، على الرف الاوسط، وبنسيبها لمده ساعه الا ربع. بعد نص ساعه بنبتدي نفتحها ونختبرها. لقينا ما فيش حاجه طالعه بالخله السنان، نطفي الفرن ونسيبها 5 دقائق جوه الفرن، ونسيبها تتهوى. بعد كده بعد ما نخرجها من الفرن ونبتدي نقطعها، وممكن نحفظها في الفريزر تعيش حتى 2 شهر في علبة محكمة الغلق. بنطلعها قبل ما ناكلها.